أحبابي، هل سمعتم في التاريخ أن رجلا بلحيته وكمال عقله وجمال هيئته وقوة بنيته وعدم حاجته أو فقره، هل سمعتم أن رجلا بهذه الصفات لبس ملابس من البلاستيك أو النايلون ثم نزل في بيارة من البيارات؟ سمعتم بهذا؟ أحد يتصور هذا؟ أحد يتخيل أن هذا يقع؟ رجل بسمته، بوقار لحيته، بجمال هيئته، بقوة بدنه، بعدم فقره وفاقته، بكمال عقله، بتمام علمه، ينزل مختارا إلى بيارة مجاري، مستودع قاذورات نزل فيها. لماذا؟ لأنه كان رئيسا لإحدى مراكز الهيئة وحقق مع أحد السحرة، ولما أوسعه أدبا اعترف الساحر أنه لا يتعامل مع السحر إلا برمي المصاحف في القاذورة، في البلاعة، في البيارة. قال: كم رميت من المصاحف؟ قال: كثير لا أدري. فأخذه مكبلا إلى أن ذهب به إلى البيارة التي كان يرمي فيها المصاحف، واستدعي الصهريج وايد شفط مجاري، وشفط الماء حتى ما بقي إلا خلاصة القاذورات المركزة. فنزل رئيس الهيئة مع زملائه كلهم يتسابقون، فنزل بنفسه والكمام على أنفه وفمه وأخذ يقلب. قال: والله ما غابت الشمس إلا وقد أخرجنا جميع المصاحف من البيارة. من يفعل هذا يا أحباب؟ تعظيما لله ولكلام الله وشرع الله. ثم يأتي السفلة يتكلمون عن رجال الهيئة: إذا عير الطائي بالبخل مادر، وعير قسا بالفهاهة باقل، وفاخرت الأرض السماء سفاهة، وفاخرت الأرض الحصى والجنادل. وقال السهى للشمس: أنت ضئيلة. وقال الدجى: يا صبح لونك حائل. فيا موت زر إن الحياة ذميمة، ويا نفس جدي إن دهرك هازل.